خبر على النادي الاهلي قبل ما نطلع نروح نتفرج على الفقره العالميه. النهارده النادي الاهلي فريق كره اليد كان بيلعب مباراه السوبر مع الترجي التونسي في الكونغو، سوبر افريقيا لكره اليد، وللاسف النادي الاهلي يعني خسر بفارق هدف واحد 21-20 لصالح الترجي التونسي، ونادي الاهلي بيخسر لقب السوبر الافريقي. ومن بكره ان شاء الله هتبدا بطوله دوري ابطال افريقيا لكره اليد في الكونغو. نتمنى النادي الاهلي يعوض خسارته النهارده امام الترجي في السوبر الافريقي ويفوز بدوري ابطال افريقيا لكره اليد ان شاء الله. نتمنى التوفيق للكابتن عاصم حماد والكابتن اشرف الفار مدرب الفريق ولرجاله النادي الاهلي في الكونغو ان شاء الله. هم الاهلي في الكونغو والزمالك راجع من الكونغو الاربع الفجر باذن الله.